ازاي اورنج كشفت تحيز الجمهور في اعلان واحد؟ تخيل تتفرج على اعلان كوره وتقول ايه العظمه دي، ايه الحلاوه دي، ايه المهاره دي، ايه اللعيبه الجامده دي، وبعد نص الاعلان تكتشف انك كنت متحيز من غير ما تحس. قبل كاس العالم للسيدات 2023 اورنج عملت حمله ذكيه جدا اسمها ويمن فوتبول. الاعلان ده بدأ بلقطات شكلها لنجوم منتخب فرنسا للرجال، مهارات واهداف ومراوغات ويا عيني ويا سيدي وكلام زي الفل، والجمهور متحمس. بس المفاجأة ان اللقطات دي ما كانتش للرجالة اصلا، دي كانت للاعبات منتخب فرنسا للسيدات. لكن الاعلان استخدم مؤثرات تخليك تفتكر ان اللي انت بتتفرج عليه ده لعيبه رجاله. ليه بقى الحمله دي ذكيه؟ لان اورنج ما قالتش للجمهور لازم تشجعوا كره القدم النسائيه. لا 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 لا، هي عملت حاجه اذكى بكتير. هي خلت الجمهور يقتنع بنفسه ان اللي بيشوفه ده شيء ممتع وقوي جدا، وبعدين كشفت لهم الحقيقه. هي خلتك تعيش التجربة وتنبهر بالأداء، وبعدين تواجه نفسك بسؤال مهم جدا: هل أنا كنت هحكم بنفس الطريقة لو عرفت من البداية إن اللي بيلعبوا سيدات؟ والدرس هنا يا صديقي لأي براند إن مش لازم الرسالة الكبيرة قوي تتقال بشكل مباشر. أحيانا أقوى إعلان هو اللي يخلي الجمهور يكتشف الرسالة بنفسه، لأن لما الشخص بيوصل للاستنتاج لوحده الرسالة بتبقى أعمق وأقوى وأصعب تتنسي.